بسم الله الرحمن الرحيم. مع الحصة الثانية من كتاب الممتع في شرح الآية الرومية. لنا مقدمة، انتهينا من الحصة الأولى ونريد أن نزيد اليوم حصة أخرى، حصة تمهيدية. هذه الحصة تساعدنا على طريقة الإعراب الصحيح للجمل التي وللآيات التي سنتناولها. هناك درس في اللغة العربية، درس سهل جدا، هو درس النعت، وآخر اسمه درس المضاف إليه. هذان درسان من الدروس التي نحتاجهما كثيرا في الجمل. ولنبدأ بدرس اسمه النعت. النعت أو الصفة. النعت هو الصفة والصفة هي النعت، لا خلاف. هذا النعت ينقسم إلى أنواع. هناك نعت اسمه نعت مفرد، وهناك نعت اسمه نعت جملة، وهناك نعت يتعلق شبه جملة يتعلق بنعت. نتناول اليوم إن شاء الله تدريس النعت المفرد، اسمه نعت مفرد. هذا النعت المفرد يأتي على 5 أشكال. أول شكل من هذه الأشكال عندما تقول هذا بيت كبير، تقول هذا بيت كبير. أول شرط من شروط النعت المفرد الذي نحن نتعامل معه، هذه الكلمة لابد أن تكون اسم، والدليل على أنها اسم وجود التنوين. وأيضا هذه الكلمة لابد أن تكون اسم. إذا أول شرط أن تكون اسم واسم. ثاني شرط، كلمة بيت هذه نكرة، نكرة لا ألف ولام، وكلمة كبير أيضا نكرة. الشرط الأول الكلمتان أسماء، والشرط الثاني الكلمتان نكرات. هناك شرط ثالث لابد من توافره لتكون نعت، أن يكون هناك وصف. وصف، ما معنى وصف؟ طالب مجتهد تصفه بالاجتهاد، طالب كسول، بيت كبير، بيت صغير، رجل مسلم، نعم، وهكذا. لابد من توافر الوصف هذا. إذا كانت الكلمتان اسمان ونكرتان ولكن لا وصف موجود، فهذا لا يصح أن تكون هذه الكلمة صفة. فعندنا 3 شروط لكي تحكم على هذه الكلمة أنها صفة: أن تكون الكلمتان اسمان، وأن تكون الكلمتان نكرتان، وأن تكون الكلمة الثانية تصف الأولى. لابد من هذا الوصف. فإذا لم يوجد الوصف ماذا نعرب؟ مثل هذا، تقول مدير مركز، مدير مركز. هذا مدير اسم، وهذا مركز اسم. هذا كلمة مدير نكرة، وكلمة مركز نكرة. اسم واسم، ونكرة ونكرة. ماذا نعرف إعراب كلمة مركز محمد؟ نعم. كلمة مركز نعت مرفوع منصوب. هذه الكلمة لا تعرب نعت محمد. لماذا أنت تعربها نعت؟ نحن قلنا 3 شروط. 3 شروط سيراها هذا في أفغانستان ويسمعون صوته. مدير مركز، قلنا 3 شروط. الكلمتان اسمان، نعم. الكلمتان نكرتان، نعم. هل الكلمة الثانية تصف الأولى؟ هل المركز هذا صفة للمدير؟ لا، ليس صفة للمدير. أمال ماذا؟ هو مدير لمركز، هو مدير
لمركز. ليس مركز صفة لمدير، لا، لكن مدير إذا مضاف ومضاف إليه. هذا مضاف ومضاف إليه. مضاف ومضاف إليه. مدير مركز، مدير لمركز. إذا نفرق، لابد أن نفرق بين النعت في هذه الحالة هذا الشكل وبين المضاف إليه، يتشابه معه. اسمان نكرتان، الكلمة الثانية تصف. إذا لم يوجد الوصف لا يوجد النعت. ماذا يوجد إذا لم يوجد الوصف؟ نجرب، نضع اللام، حرف اللام، أو نضع حرف آخر، فنقول مثلا هذا ثوب قطن. هذا ثوب قطن. ثوب قطن. ثوب هذا اسم، هو اسم ونكرة ونكرة. اسم واسم ونكرة ونكرة. يتبقى لنا شيء ثالث لكي نقول أنها نعم، الوصف. هل قطن هذا وصف لثوب؟ ليس وصف. الثوب تصفه أنه أبيض، أصفر، أسود، كبير، صغير، جديد، قديم، أديداس، لا أديداس، نعم نعم. هذا ثوب، هذا وصف، لكن هذا ليس وصف. ما هذا؟ هذا ثوب من قطن. ثوب من، ثوب من. إذا صحت وجود من بينهما فهذا أيضا مضاف إليه، وهذا هو الشكل الثاني من أشكال النعت. كلمتان يصلح أن يكون بينهما اللام، حرف اللام. طالب علم، طالب لعلم. باب حجرة، باب لحجرة. كتاب محمد، كتاب لمحمد. بينهم كلمتان بينهما لام، أو كلمتان بينهما مين. أقول باب خشب. خشب هذا ليس وصف لباب، وإنما هو باب من نافذة حديد. نافذة من حديد. إذن هذا هو المضاف إليه. هناك فرق بين هذا وهذا. وسنكمل اليوم إن شاء الله أنواع المضاف إليه وكيف نعرفه في الجملة بعدما ننتهي من درس النعت. الشكل الثاني من أشكال النعت هو أن تقول هذا البيت الكبير قريب أو بعيد. هذا البيت الكبير قريب أو بعيد. عندنا كلمتان، البيت اسم، الكبير اسم. البيت معرفة، الكبير معرفة. اسم اسم، معرفة معرفة، بينهما الوصف. يوجد هنا الوصف موجود. إذن هذه كلمة الكبير تعرب نعت، هنا تعرب أيضا نعت. كلمتان نكرتان، كلمتان معرفتان. اسم اسم معرب بألف ولام، معرب بألف ولام. هذه الكلمة الثانية تعرب نعت. الشكل الأول. الشكل الثاني قريب. الشكل الأول هذه كلمة قريب تعرب خبر. هذا مبتدأ. وسندرس إن شاء الله أن الكلمة المعرفة بأل بعد اسم الإشارة تعرب بدل. والكبير هذه تعرب نعت، وقريب هذا خبر لكلمة هذا، خبر لهذا. سندرس إن شاء الله، ولكن نحن نتعرف الآن على الشكل. الشكل هناك في اللغة العربية أو هناك في العلم الحديث ما يسمى قوالب. لا تجعل النحو مثل قاعدة ما هو الفاعل، من فعل الفعل، والمفعول به، من وقع عليه فعل الفاعل. لا،
كثير من الطلاب يحفظ متون ويحفظون العلم، ولكن أين الناحية التطبيقية العملية؟ الطالب يحتاج أكثر ما يحتاج إلى الناحية التطبيقية العملية. تخرج النحو من أنه يعني كلمات وتعاريف واصطلاحات إلى أنه شكل ينظر إليه الطالب، شكل ينظر إلى الجملة، ينظر اسم نكرة، يوجد وصف، هذه نعت، اسم معرفة، يوجد وصف، هذا نعت. الشكل الثالث من أشكال النعت هذا الرجل بيته الكبير قريب. هذا الرجل بيته الكبير قريب. عندنا هنا كلمة بيت هي اسم، وكلمة الكبير هي أيضا اسم. كلمة بيت هي نكرة، وكلمة الكبير هي معرفة، ولكن يوجد بين النكرة شيء اسمه ضمير. صار عندنا بيت نكرة، وعندنا ضمير متصل، وعندنا كلمة معرفة فيها ألف ولام. صار عندنا النكرة وضمير ومعرفة. النكرة والضمير ستدرس إن شاء الله. النكرة والضمير هذه تسمى معرف بالإضافة، فهي صارت معرفة ومعرفة تعرب كلمة الكبير هنا نعت. هذا الشكل موجود وكثير يكون في الكلمات. بيته الكبير، أخلاقهم الفاضلة، جهودهم الكبيرة، نكرة، ومع هذه النكرة ضمير. مع هذا الاسم يوجد ضمير في الآخر، بعد هذا الضمير يوجد ألف ولام. نكرة، ضمير، معرفة. هذا النكرة وضمير صار معرفة ومعرفة، تصير هذه الكلمة الكبير تعرب نعت. وهذا هو الشكل الثالث من أشكال النعت، وسنتعرض إليه كثير إن شاء الله. طب لو عندنا نكرة ومعرفة، هذا يكون مضاف إليه. نكرة ومعرفة بوجود الضمير صارت النكرة معرفة، إذا أصبحت معرفة ومعرفة نعت. وهذا المعرفة والمعرفة له أشكال. أقول من ضمن الأشكال التي تتبع المعرفة والمعرفة، مثلا أحب الرجل، أحب الرجل هذا، أحب الرجل هذا. أحب هذا فعل مضارع والفعل ضمير مستتر. الرجل مفعول به، هذا اسم وهذا اسم. الرجل اسم وهذا اسم. الرجل معرفة بماذا؟ بالألف واللام. وكلمة هذا أيضا نوع من أنواع المعرفة السبعة، سندرسهم بالتفصيل على السبورة إن شاء الله. المعارف في اللغة العربية عددهم 7. من هذه المعارف أسماء الإشارة. كل أسماء الإشارة معرفة. صار هذا اسم، هذا اسم، هذا معرفة، تعرب كلمة هذا نعت. اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب نعت. ومن أشكال النعت أيضا أحب الرجل الذي هو مجتهد. أحب الرجل الذي هو مجتهد. نفس الشيء، الرجل اسم، الذي اسم. الرجل معرفة معرف بأل، والذي معرفة.
اسم معرفة ماذا نعرب؟ نعرب هذا كلمة الذي نعت. اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت، وهذا هو الشكل الثالث من أشكال النعت. مرة أخرى، اسم نكرة بينهما وصف، اسم معرفة بينهما وصف، نكرة وضمير ومعرفة صار النكرة والضمير معرفة ومعرفة نعم. كلمة الرجل معرف وكلمة هذا اسم إشارة معرفة صار نعم. كلمة الرجل معرف بأل وكلمة الذي اسم موصول معرفة صار نعت، وهذا هو الشكل الثالث من أشكال النعت. هذا كلام مهم ويأتي معنا كثير في الآيات القرآنية. أما الشكل الرابع من أشكال النعت فهو الشكل الرابع الكلمة المعرفة بأل. المعرف بأل بعد يا أيها أو يا أيتها يعرب نعت. هذا كلام تدرسه في درس النداء إن شاء الله. تأتي كلمة تنادي عليها بالألف واللام، أنت لا تستطيع. كلمة واحدة فقط الذي أنت تستطيع أن تنادي عليها بالألف واللام هي كلمة الله، فتقول يا الله، يا الله خذ بيدي. ولكن عندك بعض كلمات كثيرة أنت تريد أن تناديها، مثل الإنسان. الله نادى الإنسان فقال يا أيها الإنسان، ونادى النفس فقال يا أيتها النفس. فعندنا كلمة مثل الإنسان أنت تقول، الله يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقال يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيها الإنسان، يا أيتها النفس. هذه الكلمة معرفة بألف ولام. بعد يا أيها أو يا أيتها هذه الكلمة إعرابها نعت. أين المنعوت؟ كلمة أيها. وأين النعت؟ كلمة الإنسان، ويعرب نعت مرفوع. وكذلك كلمة النفس تعرب نعت مرفوع. بعض العلماء أعربها بدل، وبعضهم أعربها نعت. الدكتور عبد الراجحي أعربها في كتاب التطبيق النحوي وفي إعرابه للقرآن أعربها نعت. ويكون يا هذا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأي أي هذا هو المنادى، هو المنادى. أنت تنادي على أي منادى مبني على الضم. يا أيو جعلها نكرة مقصودة كما سندرس بالتفصيل إن شاء الله في درس النحو. جعلها نكرة مقصودة. أيو هذا منادى مبني على الضم في محل نصب. وأعرب الهاء حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأعرب كلمة الإنسان نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يا أيتها النفس، نفس شيء، حرف نداء منادى حرف تنبيه نعت مرفوع. وهذا هو الشكل الرابع من أشكال النعت. إذا وجدت كلمة فيها ألف ولام بعد يا أيها أو يا أيتها فأنت تعربها نعت إن شاء الله. الشكل الخامس من أشكال النعت والشكل الأخير هو كلمة ابن. إذا وقعت بين علمين. كلمة ابن إذا وقعت بين علمين، كلمة ابن إذا وقعت بين علمين أي بين اسمين،
هذه الكلمة تعرب نعت. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. قال عمر بن الخطاب. هذا علم اسم الإنسان، والخطاب علم اسم الإنسان، بينهما كلمة ابن. هذه كلمة ابن تعرب نعت. وهذا هو الشكل الخامس من أشكال النعت. اسمان نكرتان، اسمان معرفتان. اسم نكرة وضمير ومعرفة، معرفتان عن طريق الألف واللام واسم الإشارة. الألف واللام والاسم الموصول المعرب بأل بعد يا أيها أو يا أيتها. كلمة ابن إذا وقعت بين علمين. تفضل أخي. هل هنا شرط أن يكون بين أسماء؟ نعم، هذا شرط. هذا شرط. لو قلت قال ابن الخطاب، من قال؟ ابنه فاعل. هذا شرط. كلمة ابن إذا وقعت بين علمين، هذا شرط. كلمة ابن ومثلها كلمة ابنة. قالت عائشة بنت أبي بكر. كلمة بنت، كلمة ابن أو ابنة إذا وقعت بين علمين تعرب هذا الإعراب، تعرب نعت. هذه 5 أشكال من أشكال النعت، تأتي كثير في الكلام. لابد أن تعرف هذه الأشياء جيدا وتطبقها. هذه تساعدك على الإعراب لأنها تأتي كثير في جملة. عندنا درس آخر غير درس النعت اسمه المضاف إليه. والمضاف إليه كثير في الكلام. والمضاف طبعا ليس كل هذا الكلام الذي يقال في النعت. عندما ندرس الدرس النعت منفرد هناك شيء اسمه منعوت. هذا اسمه منعوت. هذا منعوت يعرب حسب موقعه في الجملة. هناك منعوت وهناك نعت. منعوت نعت، منعوت نعت، منعوت نعت، منعوت نعت، منعوت نعت، منعوت. هذا منعوت وهذه كلمة نعت. ولابد أن يتطابق النعت مع المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع، ويتطابق معه في علامة الإعراب. هذه أشياء تدرسها إن شاء الله عندما تدرس درس النعت. لكن هذا يعني شكل اجعله في رأسك عندما تعرب الآيات القرآنية. هذا نعت، هذا مضاف إليه. نكمل المضاف إليه. نحن تكلمنا عن شكل واحد من أشكال المضاف إليه. عندما تكون كلمتان اسمان نكرتان يصلح بينهما اللام أو من. هناك شكل آخر عندما يكون نكرة ومعرفة. أقول أحب أحترم طالب العلم. طالب العلم، أحب أحترم طالب العلم. طالب هذا اسم، والعلم هذا اسم. طالب هذه نكرة، والعلم هذه معرفة. اسم نكرة ومعرفة. هذه الكلمة تعرب مضاف إليه. وهذا هو الشكل الثاني من أشكال المضاف إليه. نكرة ومعرفة، نكرة ومعرفة. اسم نكرة واسم معرفة. أحب طالب العلم. هذا الاسم النكرة عندما وضعت خلفه المضاف إليه صار معرف بالإضافة. معرف بالإضافة. وسيكون لك درس جميل ندرسه على هذا الشكل. أحب طالب العلم. أحب فعل، والفاعل ضمير مستتر، وطالب مفعول به، والعلم مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور. من أشكال المضاف إليه هناك كلمات مثل كلمة كل، مثل كلمة بعد، كلمة بعض، مثل كلمة غير، مثل كلمة سوى، مثل كلمة أي.
مثل كلمة أي، مثل كلمة بدون، مثل كلمة جميع، مثل الظروف، كل الظروف، زمان ومكان. أي كلمة تأتي، أي اسم، أي كلمة تأتي بعد هذه الكلمات تعرب مضاف إليه. هذه الكلمات من غير قاعدة. كل الطلاب ناجحون. أستاذ كل الطلاب مضاف إليه. حضر الطلاب غير محمد. أستاذ محمد المضاف إليه بعد غير. حضر الطلاب سوى الكسول. أستاذ الكسول مضاف إليه. أي رجل هذا؟ أي رجل هذا؟ أستاذ رجل مضاف إليه. لماذا؟ بعد أي. هذه كلمات أنت تحفظها بعد وبعد بعض، وبعد كل، وبعد غير، وبعد سوى، وبعد أي، وبعد أي، وبعد بدون، وبعد جميع، وبعد الظروف، بعد الظرف. دائما الكتاب تحت المكتب. الكتاب مبتدأ، تحت هذا ظرف، المكتب هذا مضاف إليه لأنها تأتي بعد ظرف. انتهينا من هذا؟ والشكل الأخير من أشكال المضاف إليه كله ضمير يتصل باسم هو في محل جر مضاف إليه. كل ضمير يتصل باسم، هذا قاعدة عامة ولا بد أن تجعلها في رأسك دائما. كل ضمير يتصل باسم. هذا قال مي. انظر المضاف إليه، كل ما سأكتبه يعرب مضاف إليه. هذا قلمي، هذا قلمنا، هذا قلمه، هذا قلمها، هذا قلمهم، هذا قلمهن، هذا قلمهما، هذا قلمك، هذا قلمك، هذا قلمكم، هذا قلمكن، هذا قلمكما. كم ضمير؟ 12 ضمير. أي ضمير يتصل باسم في أي مكان له إعراب واحد. أي ضمير يتصل باسم، أنت تقول ضمير متصل مبني على في محل جر مضاف إليه. أنت ماذا اخترت؟ ضمير متصل مبني على هذا سكون، سكون، ضم، سكون، سكون، فتح، سكون، فتح، كسر، سكون، فتح، سكون. اخترت ماذا؟ اخترت الكسر. ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وهذا هو الشكل الأخير من أشكال المضاف إليه. اسم نكرة ونكرة بينهما لام، بينهما من، هذه علامة. نكرة ومعرفة كلمات يأتي بعدها الاسم يعرب مضاف إليه. أي ضمير يتصل باسم هو في محل جر مضاف إليه. كان هذان درسان سهلان إن شاء الله، نحاول بفضل الله أن نطبقهم إن شاء الله. انتهينا من هذا الدرس. هل هناك أي سؤال؟ أي سؤال في هذين الدرسين؟ إن شاء الله. اغلق قليل الآن أستاذ. الممتع في شرح التاج الرومية. مقدمة الشيخ الإمام المحدث مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشيخ الإمام المحدث مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وهو من علماء اليمن. الحمد لله الذي بنى السماء فرفعها
ونصب الجبال وأرساها وخفض الأرض وبسطها يفعل ما يشاء على أحسن حال سبحانه وتعالى. وميز بين خلقه يبدئ ويعيد فعال لما يريد. جعل الليل سكنا والنهار معاشا. والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله يرفع القسط ويخفضه ويعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. أما بعد، ففي هذا الزمن استهان كثير من طلبة العلم باللغة العربية. استهان، جعلوا لها شأن هين، وإن درسوها فللشهادات فقط. كان المعلم في الماضي لا يأخذ أجرا على عمله لأن الطالب كان يتعلم لله. أما اليوم يطلب أجر وكثير لأن الطالب يريد الشهادة قبل العلم. نعم، اختلف الأمر. وربما تكون المقررات ضخمة فلا يستفيد منها الطالب أشياء كثيرة لأنها فوق مستواه، بل يتخرج بعضهم من الثانوي وهذا صحيح، بل من الجامعة، وقد درس نتفا من شرح ابن عقيل وهو لا يميز بين ضمير الرفع وضمير النصب. هذا صحيح. أساتذة يتخرجون من الجامعة في قسم اللغة العربية تسألهم ما الفرق بين ضمائر النصب وضمائر الرفع والجر، ربما يعجز أن يتكلم. وهذا لأن نظم التدريس قامت على العداء للغة العربية، تعادل اللغة العربية. وكان هذا مخطط وضعه الاستعمار. كيف يقضون على اللغة العربية؟ يقضون على الأستاذ، يخرج مدرس ضعيف، وهذا هو السبب في صعوبة النحو العربي، ضعف مدرس اللغة العربية. مدرس جيد إن شاء الله نحو سهل وبسيط، وهو مثل فاكهة، مثل فروختي، مثل فاكهة. هذا النحو جميل جدا، لكن مدرس ضعيف لا ينقل لك النحو بصورة سهلة، إذن سبحان الله صعب النحو وابتعد عنه الناس. والاستعمار وضع مناهج تعليمية في جميع الدول العربية تقريبا، لأن معظم هؤلاء الرؤساء كانوا عملاء. ماذا يحدث؟ يخرج مقررات صعبة أو مقررات ضعيفة، يخرج مدرس ضعيف وفاقد الشيء لا يعطيه. مدرس ضعيف، طالب ضعيف، وهذا ما يحدث. ولكن الحمد لله خرج منكم أنتم، نحن تعلمنا على أيديكم أنتم، لم نتعلم على أيدي أساتذتنا. الأساتذة نعم كانوا قليل منهم، مثل ذلك الرجل المخلص الذي يسمى هذا عبد الراجحي، هذا قليل منهم الذي كان يعطي ويعطينا ويعطي الطلاب بكل إخلاص وأمانة. هذا قليل جدا. ولكن في معظم الجامعات أنت تتعرض لأساتذة ودكاترة يقرأ لك قليل من الكتاب ويتركك، وفي الامتحانات امتحان ضعيف ويرسب الطلاب. ولكن الدولة تريد كل عام يتخرج مدرسون، فيقولون يرفعون نسبة النجاح، الراسب يكون ناجح، ثم بعد ذلك يلتحق بالمدارس ليدرس وهو فاقد الشيء. فهذا صحيح. وقد درس نتفا من شرح ابن عقيل وهو لا يميز بين ضمير الرفع وضمير النصب، ظلمات بعضها فوق بعض، فعمد بعض الطلاب المحبين للعلم النافع لدراستها في المساجد فنفعهم الله. وكان من بين أولئك الأخ الفاضل مالك بن سالم بن مطر المهزري حفظه الله، فقد أصبح مبرزا في النحو حتى إني ألقبه بالنحوي. يقال عن هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب الذي شرح كتاب ابن أجروم بالنحوي.
ولما رأى كثيرا من الطلاب على ما وصفنا قبل عزم على وضع تعليقات على متن الآج الرومية مع الأمثلة وفوائد تشد لها الرحال، فأصبح الكتاب صالحا للمبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي. هو كتاب لصغار الطلاب، ولكن ربما طالب درس كثير من الكتب ويجهل ما في هذا الكتاب، فأصبح الكتاب صالحا للمبتدئ ولا يستغنى عنه المنتهي. وإني أتمنى أن يوفق الله المسؤولين في التربية والتعليم أن يقرروا هذا الكتاب على المبتدئين لسهولته وكثرة فوائده. وفرق كبير بين أمثلته وهذا صحيح وأمثلة محيي الدين صاحب التحفة. نعم، هذا يمثل بآية قرآنية أو حكمة، وذاك يمثل بأي مثال يخطر في نفسه. فجزى الله أخانا مالكا خيرا ونفع به وبكتابه ووفقه لمواصلة المسير في خدمة اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مقبل ابن هادي الوادعي. هذه مقدمة الشيخ. مقدمة الطبعة الجديدة. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وخفض الأرض وقدر فيها أقواتها لنفع العباد وثبتها بنصب الرواسي والأوتاد، والصلاة والسلام على أفصح الفصحاء صلى الله عليه وسلم وسيد البلغاء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فكان العرب في الجاهلية وصدر الإسلام يتكلمون باللغة العربية الفصحى على سجيتهم فطرتهم التي فطرهم الله عليها، حتى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان فدخل فيه الناس أفواجا وأقبلوا إليه أرسالا، واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة واللغات المختلفة، فخشي العلماء من ضياع اللغة العربية لغة القرآن والحديث فدونوا اللغة في المعاجم. دونوا أي كتبوا، ووضعوا لها أصول وقواعد تحفظها من الخطأ وتعصم المتكلمين بها من الزلل. وأهم هذه الأصول علم النحو. بدأ النحو يحبو وليدا، يحبو يظهر، يحبو يمشي على بطنه، يحبو وليدا، كما يبدأ كل علم قليل الأبواب متناثر الفصول. وقيل إن أول من وضع اللبنة الأولى في صرحه أبو الأسود الدؤلي رحمه الله بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا اختلف العلماء من هو أول من وضع النحو، ولكن طبعا يعني اختلف، ولكن المشهور أنه أبو الأسود الدؤلي، إلى أن اشتد ساعده فأخذ ينمو يكبر شيئا فشيئا حتى وصل إلينا مكتمل الصرح في كتاب سيبويه. قال أحد العلماء وهو يوهان فك، هذا رجل ألماني، إن علماء المسلمين أعطوا للغة العربية مجهودات بحيث أنها لا تعطي زيادة لمستزيد. لا تستطيع أن تزيد شيء الآن في اللغة في النحو، انتهى. أعطوه من الاهتمام والمجهود ما أصبح تاما. أنت فقط شروح، ممكن تعليقات، تقول تحوله من صيغة إلى صيغة أخرى، ولكن لا يزيدون عن الصفة والنعت وعطف البيان والبدل. هذا يقولون التوابع 6. واحد يقول لا، التوابع 5. لا يستطيع أحد أن يقول 6. نعم. ولقد اعتمد العلماء الأقدمون فيما جمعوه من المسائل النحوية والصرفية على ما جمع من علوم اللغة والأدب. تلك العلوم التي كان من أهم مصادرها القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي الموثوق بصحته وعربية قائليه، كما اعتمدوا على مشافهة العرب والرحلة إليه حيث يقيمون في بواديهم النائية. لقد اهتم علماؤنا بعلوم العربية اهتماما ليس له نظير أي مثيل، حتى قيل إنه
لم تلق لغة كما لقيت اللغة العربية من الحفظ والعناية والاهتمام. وفي الوقت الحاضر يحاول أعداء الإسلام إبعاد المسلمين عن لغتهم، إما بالتقليل من شأنها وأهميتها، يقولون هي لغة جامدة لا تصلح. هذا لا، اللغة العربية تتميز عن غيرها بأن اللغة العربية التي قيلت منذ آلاف السنين تستطيع أن تفهمها اليوم، بعكس كل اللغات. اللغة الإنجليزية القديمة كتاب قديم اقرأه الآن أعطيه لطالب بريطاني أو طالب أمريكي يقول ما هذا؟ ربما هذا ليس من اللغة الإنجليزية. وهذا في جميع اللغات، ربما في لغتكم أيضا. اللغة الروسية تجد كتب قديمة فيها روسية قديمة الآن يعجز الطلاب عن فهمها. أما اللغة العربية لا، هي كبرت ونمت، ثم جاء القرآن فأحدث فيها، أحدث عليها علوم، علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة. من كان سبب في هذه العلوم؟ القرآن الكريم هو السبب. لولا القرآن ما كان علم النحو، لولا القرآن ما كان علم البلاغة. لهذا تجد كثير من المصطلحات مأخوذة من الفقه الإسلامي والعلوم الناسخ والمنسوخ. من كان يعرف هذا الناسخ والمنسوخ؟ من أول من استخدم كلمة الناسخ والمنسوخ؟ القرآن الكريم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير من ما ننسخ. استخدم العلماء كان فعل ماض ناقص ناسخ. نعم، كله من القرآن، سبحان الله. وفي الوقت الحاضر يحاول أعداء الإسلام إبعاد المسلمين عن لغتهم، إما بالتقليل من شأنها وأهميتها، وإما بوصفها بأنها قواعد معقدة وصعبة، بينما تراهم يشجعون على تعلم لغة الكفار، إنجليزية، فرنسية، ألمانية، وتعلم قواعدها. ولد صغير يستطيع أن يقرأ خطاب باللغة الإنجليزية ويتكلم معك هو في حوار، سبحان، صغير. وكم هو يحفظ من كتاب الله؟ لا شيء. وكم هو يعرف من علوم العربية؟ لا، فقط يتكلم لغات غير اللغة العربية. هذا سوء في التربية، وهو من أكبر الأشياء التي حاربوا بها اللغة العربية في المدارس. جعلوا اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية تدرس في المراحل الأولى من عمر الطفل. هذا أخطر شيء. كان الأول نبدأ في تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الأول المتوسط، بعد 6 سنوات تتعلم فيها اللغة العربية. بعد 6 سنوات نعم عقلك تستطيع أن تدخل لغة إنجليزية، وقليل قليل قليل حتى تأتي بعد ذلك المرحلة الثانوية تأخذ قليل. تريد التخصص، عندك جامعة، عندك قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة الأسبانية. لكن الآن يبدأون الطفل من الروضة، قبل أن يقول له هذا جمل يقول له A B C D E F G H I، قبل أن يقول له ألف باء تاء. والآباء يفتخرون، ابني يتكلم اللغة الإنجليزية. نعم، كان المكان، كان قلبه يستوعب لغة عربية وقرآن، صار يستوعب لغة إنجليزية. أين القرآن يذهب؟ أين اللغة العربية تذهب؟ لا يهتمون بمثل ما يهتمون باللغات الأجنبية. قال شيخنا مقبل رحمه الله: علم النحو من العلوم الإسلامية المهمة التي يجب على المسلمين أن يعطوها اهتماما، إذ أعداء الإسلام ينفرون المسلمين عن لغة دينهم ويشغلونهم بما ليس من ضروريات دينهم، والله المستعان. ونجد سلفنا الصالح رحمهم الله من أغير الناس على لغة القرآن، فقد كانوا يضربون أولادهم على اللحن، الخطأ الصغير. عبد الرحمن يجد عبد الله يخطئ صغير، ما هذا أبي؟ لماذا أبي؟ لماذا أنت تقول ولا هذا؟ هذا خطأ، هذا صحيح، على مجرد اللحن.
ليس مثلنا الآن تريد أن تتكلم مع رجل باللغة العربية الفصيحة، هو لا يفهم لغة عربية فصيحة. رجل يذهب إلى الفاكهي، السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد كيلوين من الموز ثلاثة كيلوات من البرتقال. الرجل يقول له: أنت تأتي لتشتري أم تقرأ قرآن؟ لا، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. هذه مشكلة. بل إن المدرس اللغة العربية مع مدرس اللغة العربية، مدرس عندما ممكن أنت تتكلم مع مدرس باللغة العربية الفصحى تشعر أنه يوجد غضاضة، يعني هو لا يفهم، وبسرعة هو يقلب إلى عامية وهو مدرس اللغة العربية. فما بالك في بيوتنا؟ أنا واحد من الناس عندما أذهب لأتكلم مع زوجتي مع الأولاد هناك في البيت باللغة العربية الفصيحة، زوجتي تقول: هذا بيت ليس مركز، ليس مدرسة، هناك أتكلم بالفصحى. نعم، سبحان الله. لماذا؟ عدم التعود على هذا، عدم التعود. وأعرف أسرة أقسم بالله هذا رجل له من الأولاد له 11 طفلا وطفلة لا يتكلمون إلا بالفصحى، كلهم لا يتكلمون إلا بالفصحى، سبحان الله. وأعرف رجل تعرفت عليه منذ أكثر من 30 سنة وأنا صغير، إلى الآن لا يتكلم إلا بالفصحى، وكنت أحب هذا الرجل جدا وأنا صغير. كان معنا في المسجد لا يتكلم إلا بالفصحى، ووجدت له الفصحى، يعني هذه الفصحى فتحت له أبواب الرزق، فتحت له أبواب الرزق. هو الآن بسم الله ما شاء الله حب الناس له لأنه يتمسك بالفصحى. هو يعمل، تعرف ماذا يعمل؟ يعمل سائق ميكروباص، سيارة الذي هي حافلة صغيرة، يعمل عنده وإلى الآن يعمل. سبحان، رجل كبير جدا في السن. أنا أعرفه منذ 30 سنة وهو كان عنده 30، الآن 60 وبعد 60 سنة. عنده سيارة محمد، يجعل الكرسي الأخير للنساء وبقية الكراسي للرجال. هو يذهب في شارع خالد بن الوليد، يقول الكرسي الخلفي للنساء، يأتي النساء يركبن، يوجد كرسي خالي والرجال اكتملنا، ينتظر امرأة توجد لا توجد، توكلت على الله، يغلق الباب ويمشي بالسيارة. لماذا؟ ولا يحب الاختلاط. كيف رجل يجلس بجوار امرأة؟ هو رجل يتقي الله. تعرف، سبحان الله، السيارات تكون كثيرة واقفة، الناس ينتظرون هذا الرجل، أول ما يأتي يتصارعون على سيارته، الرجال في مكان والنساء في مكان، ينتظرونه، سبحان الله. وكم يعطي الرجل؟ هو هذه مسافة ب50 قرش فقط، 50 قرش. نعم، ماذا يفعل الركاب؟ سبحان الله، يتركون الجنيه، بسم الله. سبحان الله. الدور الذي ممكن ب5 جنيهات الله يرزقه ب10 جنيهات. هو ما فعل هذا من أجل الرزق، الناس يعطونه، ولكن حب، لأنه أحب اللغة العربية وأعطاه. لا يتكلم مع أحد إلا بالفصحى، لا كبير ولا صغير، فقط فصحى. سبحان الله. وأتمنى من الله لو أراه، أنا ما رأيته منذ 3 سنوات، أنا لو أراه إن شاء الله سيكون هنا ضيف عندنا ويحكي لك ماذا أحدثت له هذه اللغة. بعض مشاكل أيضا مع بعض الناس. نعم، بعض الناس عندما كانوا يذهبون به إلى أمن دولة وإلى شرطة، لأنه رجل صاحب لحية وصاحب دين، هو كان أيضا يريد أن يتكلم مع ضابط أمن الدولة باللغة الفصحى. ضابط أمن الدولة لا يعرف هذا الحوار، يقول له اعدل لسانك. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في لسانه؟ وكأنه عندما يقرأ اللغة الفصحى هذا لسان معوج. ماذا؟ اعدل لسانك، تكلم بالعامية. وما كان يتكلم إلى يومنا هذا في كل مكان باللغة الفصحى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة
والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. يجب أن نحافظ على اللسان العربي الفصيح. والنحو رياضة ذهنية ممتعة، سبورت رياضة ذهنية ممتعة كما قيل. فأس العلوم، تعرف فأس المعول الذي أنت طابور. طابور. هذا طبرت هذا فأس العلوم. فهو ضروري لمن يزاول الكتابة والخطابة، ويحتاج إلى النحو في كل فن من فنون العلم، ولا سيما التفسير والحديث. أين تذهب؟ أنا عندي درس. ماذا؟ عندي مصطلح حديث. جميل، جزاك الله خير. نعم، قرأت أنا يعني كتاب إن شاء الله بعد مستوى 10 أنا سأبدأ في كتاب الممتع. أنت تذهب الآن لدراسة حديث وأنت ما انتهيت من الممتع وعندك النحو هذا. نعم إن شاء الله. ثم بعد والله لن تفلح. كيف تذهب وأنت لم تتقن النحو؟ هذا ضحك. بعض الناس والله أخذوا بنصائحنا، أقسم بالله تعلموا النحو وتعلموا الصرف، بعد ذلك الآن هم علماء ولا تقف معهم موقفا. سبحان الله. وبعض الناس أعوام وسنوات في مصر لا يستطيعون أن يحصلوا شيء، وكان السبب هو تركهم لعلم النحو. وما أحسن قول الكسائي: أيها الطالب علما نافعا اطلب النحو ودع عنك الطمع، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم يا محمد يا داغستاني يندفع. نحو أول يا محمد، نحو أول. فاقترب من النحو بليسك من النحو، فكلما اقتربت منه رأيته سهلا، وكلما ابتعدت عنه رأيته صعبا. اجعل النحو مثل صديق، رجل من قريتك أول مرة أنت تراه، بعد ذلك تسلم عليه، بعد ذلك تسأله من أين هو ومن أين قرية ومن أي مدينة. زيد بعد ذلك المعرفة، معرفة ثم معرفة ثم معرفة، يكون النحو عندك سهل. صديق اليوم هو تعرفه بالشكل، غدا تدخل بيته ويصاحبك وتصاحبه وتذهب معا للترويح عن النفس. ولكن أنت تراه هكذا وهو يراك: السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، عليكم السلام، ولا تذهب إليه ولا تسلم عليه. نعم تعرفه، هو من داغستان، ولكن لا تعرف عنه شيء، هو أيضا لا يريد أن يعرفك. تقترب من النحو يقترب منك، تبتعد عن النحو يبتعد عنك. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: النحو في أوله صعب وفي آخره سهل، وقد مثل ببيت من قصب وبابه من حديد، رحمه الله هذا. وإن من أنفع المقدمات التي وضعها العلماء المتقدمون للمبتدئين للمبتدئين، هذا صغار الطلاب في علم النحو، المقدمة الأجرومية، فهي باب النحو. رجل يريد أن يعمل مدرس: ماذا معك؟ عندي إجازة في ماذا؟ في الأجرومية. لا تكفي. أنا أريد أن أدرس. ماذا؟ درست الأجرومية. هذه لا تكفي لتقول عن نفسك أنك أصبحت تعرف النحو. قال المكودي رحمه الله: وإن من أجل ما وضع فيه، أي علم النحو، من المقدمات المختصرة واللمع المتخيرة مقدمة الشيخ الفقيه الأستاذ المقرئ أبي عبد الله محمد بن داود السنهاجي، فهي مفتاح علم اللسان. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الآجرومية كتاب صغير في النحو، لكنه مبارك جامع مقسم سهل، وأنا أنصح به كل مبتدئ أن يقرأه في النحو. ولما كان متن الآجرومية بتلك الأهمية السنية، استعنت الله سبحانه وتعالى على شرحه في هذا الكتاب، وسميته الممتع في شرح الآجرومية، فلقي ولله الحمد والمنة قبولا وتشجيعا من مشايخنا وإخواننا المدرسين وزملائنا الطلاب.
قال شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: الآج الرومية كتاب حسن، كتاب سهل، وله شرح طيب لأخينا مالك المهزري جزاه الله خيرا، وهناك شرح طيب في الجملة لمحمد محي الدين، لكن شرح أخينا مالك أحسن، وهذا قول حق. هذا مصري، هذا يمني. محي الدين عبد الحميد مصري، نعم، أنا ما أعتقد، نعم مصري، وهذا رجل يمني، لكن أنا أميل إلى شرح هذا الكتاب بأمثلته وسهولته والتعليقات الموجودة التي يعرض لها لجمهور النحاة. قال شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: الآج الرومية كتاب حسن، كتاب سهل، وله شرح طيب لأخينا مالك المهزري جزاه الله خيرا، وهناك شرح طيب في الجملة لمحمد محي الدين، لكن شرح أخينا مالك أحسن. هذا وأسأل من الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يرزقني الإخلاص فيه، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي وإخواني في الله، إنه على كل شيء قدير. جمادى الثانية، اليمن. سنقرأ فقط التعريف بابن آج الروم، ومن الغد إن شاء الله نبدأ في شرح الكتاب. ابن آج الروم هو أبو عبد الله محمد بن داود السنهاجي الأديب النحوي المقرئ. وصفه بعض شراح مقدمة كالمكودي والرعي وغيرهما بالإمامة في النحو. بسم الله ما شاء الله. كان موطنه بمدينة فاس بالمغرب، وبها كان يلقي دروسه. ولد عام 72 و600 من الهجرة، عام 72 و600 من الهجرة، في السنة التي توفي فيها ابن مالك، وتوفي عام 23 و700 من الهجرة. قال ابن الحاج: وله تآليف، يعني كتب كثيرة، وأشياخ، جمع شيخ، منهم أبو حيان صاحب البحر المحيط، وألف عدة مصنفات وأراجيز. ومن مصنفاته ومن كتبه هذه المقدمة في النحو التي كانت سبب شهرته، رواها عنه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي، فكان لها قيمة رفيعة ومكانة سامية لدى العلماء والمهتمين بالعربية، ويدل على ذلك كثرة شروحها، فقد اهتم بها كثير من العلماء، ما بين باسط ومختصر. باسط أي مكثر، ومختصر أي مقل، وبين شارح وناظم، من يشرحها ومن ينظمها يجعلها على هيئة نظم شعر، وما بين معرب لألفاظها ومتمم لها، فقد تناولوها بالنظم، فنظمها العمريطي المتوفى سنة 89 و900 من الهجرة في 250 بيتا. قال في مقدمتها هذه الأبيات اللطيفة: والنحو أولى أولا أن يعلما، إذ الكلام دونه لن يفهما، وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة، في عربها وعجمها والرومي ألفها الحبر ابن آج الرومي، وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها. ونظمها أيضا عبيد ربه الشنقيطي في 150 بيتا. وهناك من العلماء من تناولها بالشرح كخالد الأزهري المتوفى سنة 9500، وهناك من العلماء من تناولها بالإتمام كالحطابي المتوفى سنة 54 و900 من الهجرة، الذي عمل عليها متممة مشهورة في النحو. ومن أشهر شروحها تداولا في الوقت الحاضر شرح القفراوي المتوفى سنة 200 و200 الذي شرحها وأعرب ألفاظها، والتحفة لمحي الدين المتوفى سنة 93 و300 وشرح العلامة ابن عثيمين نعم المتوفى سنة 21 و400 ونحن نرى أن أفضل الشروح الموجودة هو ذلك الشرح، شرح الشيخ المهزري رحمه الله. غدا إن شاء الله
نبدأ في تدريس الكتاب ونبدأ بتعريف الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه المرات